ورا مصنع الكراسي. حلو اسكندريه. جميل. ايه ده؟ ايش يا هلاس؟ حبيبي انا كنت قاعده هو جه عاكسني. مين ده؟ معرفوش. ايه ما اعرفش. انت مين؟ ايه اللي دخل انا قاعد كنت قاعده الجنب؟ هنا يا حبيبي هو عاكسني. انت كدابه. انا كدابه. كدابه. الست دي جايه من هناك. ست محترمه جت قعدت هنا. والاستاذ ده مش شفتني جانا لبت جنبها شفتني أنا وعمال يتمسح فيها. اتفضل يا استاذ فتحي، نورتنا والله. اهلا يا سي محمد محمد. وعزيز. أهلاً يا استاذ وسهلاً. فتحي عامل أهلاً ايه؟ وسهلاً. نور، اتفضل استريح. اقعد يعني؟ استريح دي هنقعد، اتفضل. انت كده قاعد ولا واقف؟ لا قاعد يا استاذ فتحي، اتفضل. احنا هنبداها كده. ماشي. معلش يا عم فتحي، انا بعتذر لك عن النهارده، جايبك كده في حلقه صغيره يعني. معلش. طبعا لازم حلقه صغيره. وجايبني انا تطول بيها الحلقه ها؟ لا ما تقولش كده، ما تقولش كده على نفسك. عم فتحي، انت متهم مهتم بيه يا اخوان. ان انت نجم فبركه المقالب في مصر. هي مش فبركه، انا هقول لك على حاجه. احنا بنصطاد او بنجيب حد معين، مش اي حد. طبعا احنا برضه وشوشنا معروفه، تمام. فبنجيب الراجل اللي بيبقى على نيته، واخد بالك، وبنعمل فيه الموضوع. والله عدى ما عداش. الراجل جه في النص مثلا وعرفني او حس ان في حاجه مش مظبوطه، فممكن هنا هو كمل بقى نص الحلقه الاولاني، تمام. فنقول له بقى تعالى كمل معانا النص الثاني ولا ما تكملش. فهو حسب فحسب ظروفه. لكن هو في النهايه لازم تعرف ان الكاميرا الخفيه او المقالب دي بتبقى من اصعب البرامج اللي موجوده. طبعا. اولا هي محتاجه امكانيات، فاحنا على الحميد المجيد. طب بمناسبه الامكانيات، ما القنوات التانيه عندها مثلا زي رامز عنده امكانيات، بيفبرك ليه؟ عشان عايز اقول لك على حاجه، انت ما تقدرش مثلا تجيب نجم، واخد بالك، وتحطه في موقف زي ده لسبب. نفترض ان الراجل ده مريض بالظبط، عنده مشكله في قلبه في صدره، ما يقدرش يستحمل. يعني لو حتى اداله فكره ان ممكن المساله هتبقى لطيفه كده وبتاع، فبتعدي. طب انت ايه اظرف موقف حصل؟ انا هقول لك على موقف حصل لي في اسكندريه وانا بصور كاميرا خفيه. تمام. انا واقف على البحر وواحد دخل، واخد بالك، راجل كده بسم الله ما شاء الله، هيبه كده، وراجل صعيدي هو، ولابس كده بسم الله ما شاء الله، يعني حد محترم قوي يعني. فرحت له كده، لا يا حاج ربنا يبارك لك، انا مراتي بتولد وعايز اروح اسكندريه، ربنا يبارك لك. قال لي يا ابني ما انت في اسكندريه. قلت له يا حاج النبي ابوس ايدك مش عايز هزار، ربنا يكرمك، انا عايز اروح اسكندريه عشان مراتي بتولد. قال لي يا ابني ما انت في اسكندريه وادي البحر اهو. قلت له بقى بتسمي الترعه دي بحر؟ وراح واخدني قلم دب. عايزين ناخد السبق بقى، هنشوفك في ايه في رمضان السنه دي؟ هتشوفني في التلفزيون، هتشوفني فين يعني؟ طب انت فتحي نروح؟ مسحراتي. صدقنا نروح بقى. لا هو طبعا رمضان ان شاء الله برضه هعمل كاميرا خفيه عشان تبقى عارف. برضه؟ وبوعد الناس كلها ان انا اعمل لهم الكاميرا الخفيه. المهم انا اللي ان شاء الله عندي سيت كوم. عم فتحي، احنا جايبين ضيوف وعايزينك تتكلم معاهم شويه. هم فين؟ اصبر بس. تحب تقول ايه للاعلام اللي وراك؟ اعلام فين زي الاعلام؟ يا ابراهيم. ماشي ابراهيم ماشي. يا عم انت عايز تحبسنا ولا ايه؟ ليه يا عم؟ لا قول. والله اقول لهم ايه؟ اقول لهم بس اتقوا ربنا بقى في الناس وفي البشر، ويعني عايزين، احنا في مرحله حساسه جدا، لازم الاعلام يساند بشكل ايجابي وبشكل صادق، بحيث ان الناس فعلا تعرف الحقيقه. الناس مش كل واحد يطلع حاجه في دماغه يقولها، وكل واحد عنده راي يفرضه على البشر، وكل واحد يكذب، وكل واحد لا مؤاخذه ينافق. لا احنا عايزين المرحله دي نعديها. عم فتحي، انت نورتنا النهارده، واحنا سعداء ان انت كنت ضيف عزيز علينا. ربنا يخليك. ورا مصنع الكراسي. ربنا يكرمكم ان شاء الله. هو برنامج نجح، وعجبني فيه ان هو بيحط ايده على مواضيع يعني حساسه شويه والناس بتهرب منها، لكن انا سعيد ومبسوط ان انت كمان سالتني في المواضيع دي، عشان برضه اوضح لك المساله يعني. لكن برضه هعمل لكم الكاميرا خفيه مش هتبقى عادي. تنورنا عم فتحي في اي وقت. يا حماده خليك قاعد انت. ايه الواد ده؟ ورا مصنع الكراسي.